الدقيق، النشا، كل الحاجات دي بتبقى ما البيت ما بيخلاش منها. فعشان كده هتقدري تعملي الكنافه وانت قاعده في البيت وباي كميه انت عايزاها، ومش محتاجه انك تروحي وتيجي وكده. اهو زي ما انتوا شايفين انا بطبطب عليها كمان من الحروف كده، بحاول ان انا اظبطها كويس جدا. احلى حاجه ان الانسان يعمل كل حاجه في بيته ومن صنع ايديه لاولاده وفي نفس الوقت كمان بتوفري ماديا، وبتوفري كمان انك تروحي وتيجي. شوف بعد ما حطيتها في الفرن كان سخن 180 درجه. العسل ده انا كنت عاملاه بعمل كميه احطها في التلاجة. هو عباره عن كوبايتين سكر، كوبايه ونص ميه، نص ليمونه، وكمان الفانيليا، بس بحطها الفانيليا في الاخر خالص بعد ما بيتعمل العسل. وده انا شربتها العسل. اتمنى يا رب ان يكون الفيديو نال اعجابكم، ولو نال اعجابكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ولايكات كتيره حلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.